تبقي غلطانة أوي لو فكرتِ تشتريه من برّه، على إيه؟ الموضوع بسيط جدًا، هاتي نُص كيلو من الدقيق يكون منخول كويس أوي، انزلي عليه بمعلقة ونُص كبيرة من السمسم المتحمص، معلقة ونُص كبيرة من السكر باودر، نُص معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح، هاقلب كل ده مع بعضه كويس جدًا، أمكِّس المكونات مع بعض، عندي هنا كوباية وتِلت من السمنة وأنا دفيتها ما غليتهاش أوي وما خليتهاش باردة أوي، يا دوب تبقى دافية كده. السمنة السخنة فايدتها إيه مع الكحك؟ بتخلّي الكحك عمره طويل عندِك، لو فضل قاعد معاكِ شوية ما يجرالوش حاجة ولا يعفن ولا يبوظ، لكن لو حطيتِ السمنة باردة كده مش سخنة، لازم تاكليه على طول، يعني ما ينفعش يقعد معاكِ وقت طويل هتلاقيه باظ منِك. بعد كده أمّا قلبت السمنة مع الدقيق هاسيبه يبرد شوية، جبت تِلت كوباية من المَيّة الدافية ومعاها نُص معلقة من السكر ومعلقة صغيرة من الخميرة، هاقلب كل ده مع بعضه كويس أوي، وبعدين هاجيب الخميرة عندي قبل ما حطيت الخميرة عارفين ريحة الكحك دي بتبقى ريحتها حلوة أوي، 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 حطيتها كده على الدقيق بتاعي، ودي أهم حاجة في الكحك إن أنا لازم أبِسّه، هافضل أبِسّه شوية كده، وبعدين هانزل معايا بخليط الخميرة، هاقلب بقى العجينة كويس أوي، وأنا هنا مش باعجن أنا يا دوب بالِم بس الدقيق مع المكونات بتاعتي، هاعمل كده تيست للعجينة لقيتها مش بتشقق خلاص أعرف إن هي مضبوطة جدًا، هاتي بقى عندِك أي حشوة، أنا حشيت ملبن وكمان حشيت عجوة، ممكن عايزة تخلّيه سادة خالص ما فيش مشكلة، عايزة تحطي بندق، لوز، أي حاجة متاحة عندِك برضه تمام. حلو أوي، طعمه تحفة، لازم تجرّبيه، أصلًا وأنا باعمله كده كانت ريحته قالبة البيت كلّه خير وبركة، باتمنى إن أنتم تجرّبوه بجد حلو أوي، شكّلي كده انزلي عليه بالبسطرمة ما تحاوليش تضغطي أوي، دي كل الكمية اللي أنا عملتها هادخّلها الفرن، ضبّطي فرنِك على حسب ما أنتِ بتضبّطيه شايفين؟ شكلها تحفة وريحتها تحفة ودايب دوب، دوب مش هيلزق في بُقِّك خالص، لإن هو اتخدم صح واتعجن كويس ومقاديره مضبوطة 100%. باتمنى إن أنتِ تجرّبيه، رُشّي كده عليه سكر باودر وألف هنا، ويا ريت ما تشتريهوش من برّه عشان هازعل منِّك، الموضوع سهل جدًا وبرّه بيستهبلوا أوي وأسعاره غالية مش عارفة على إيه، الموضوع بسيط أوي. باتمنى إن أنتِ تدوسي لايك وتشتركي في القناة، باي باي.